السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ انا ياسمين محمد ودي رسائل ياسمين. النهاردة جاية اتكلم معاكم على لو كان حبيبك عسل ما تخلصوش كله. هقول لكم مثالين الاول وبعدين نشرح. المثال الاول، مثلا عندنا حد اسمه شريف ده نزل من بيته فلقى صاحبه واخوه قاعدين على العربية. هو طبعا اتنرفز جدا لان العربية هتبوظ، اتنرفز جدا، اتعصب، فطلع كل عصبيته ونرفزته وخنقته على اخوه. دي حاجة. سيبنا من المثال ده تقول على المثال التاني. فمثلا شريف برضو في الشغل بتاعه، فطبعا هو في الشغل فهو تعبان وزهقان ويعني حالته حالة، واكيد المدير مطلع عينه. فالمهم مراته اتصلت عليه فراح عامل موبايل سايلنت وما ردش. بعديها مفيش دقيقتين المدير بتاعه اتصل، هو بأمن على الكرسي بتاعه، راح رد وبقى مصحصح معاه، وايوه يا فندم تمام وهعمل كذا وهعمل كذا، مع انه كان ممكن يرد على مراته عادي وهو في الشغل زي ما رد على مديره. دي حاجة. ده المثال التاني. في دكتورة علم نفس أمريكية في سنة 2014 نشرت مقال علمي في مجلة Current Directions in Psychological Science، واتكلمت في المقال ده على أنواع الغضب اللي بيمر فيها الإنسان على مدار يومه. فكان في غضب مباشر وغضب غير مباشر وغضب سلبي. طيب هي قالت ان الغضب المباشر ده ايه؟ قالت ان الغضب المباشر ده زي الشتيمة، زي العصبية على الشخص اللي قدامك، زي النرفزة والخنقة، ده المباشر. طب ايه هو الغير المباشر؟ الغير المباشر ده بقى بتاع الناس الغير سوية نفسيا، بتاعت انه يشوه سمعة، يطلع اشاعات كده يعني. طيب ايه هو الغضب السلبي؟ الغضب السلبي في انه انا زعلان من حد، فالحد ده انا مش هرد عليه وهقعد فتره ما اشوفوش لحد ما غضبي يروح او زعلي يروح كده مني النفس. وسمت الغضب السلبي ده بالسايلنت تريتمنت. وخلال المقال ده الدكتوره ذكرت حاجه مهمه جدا، ان الانسان بيصيب الناس اللي حواليه واللي بيحبوهم ويحبوه اكتر ناس بغضبه عن الناس التانيين. يعني سميتهم السيف تارجت. يعني اخو شريف ومراته دول بالنسبه له هم السيف تارجت بتاعه، او هم اكتر ناس بيتصابوا من غضبه وعصبيته من الناس التانية. ودلوقتي في حياة كل واحد مننا في ناس اسمهم السيف تارجت. يعني الناس دول هم اللي احنا مهما عملنا ومهما رحنا وجينا، هم دول بنثق فيهم وبنحبهم وعارفين ان هم بيحبونا مهما عملنا فيهم ومهما فرقناهم ومهما رحنا وجينا، هم دول بنحبهم وبنثق فيهم وهم كمان، وهم هيفضلوا يحبونا بنفس القدر. زي مثلا الاخت والاخ، الابن والابن والابنه، الزوج والزوجه، الابن والاب والام والابنه كده يعني. ممكن حتى الصديق الانتيم او البيست فريند، كل ما احنا عملنا فيه مهما عملنا هو هيفضل يحبنا زي ما احنا. من الاخر ضمنهم يعني انت هتتعامل معاه وهتفضل واثق ان هما هيستحمل، هيعدلنا، هيشيل عننا، مش هيزعل، مش هيتضايق، هنفضل نفكر ان هما كده. وده لان الانسان مشوه بطبعه. اي حد متعلق بيه، اي حد بيحبه جدا جدا، هو مش بيقدر الشعور ده ومش بيحافظ عليه، لا ده بيستغله اسوأ استغلال، وبيدي لنفسه الفرصة او يعني بيتيح لنفسه ان هو يعمل معاه حاجات ما كانش يجرؤ ان هو يعملها مع ناس تانية. يعني انا يعني مثلا شريف لما زعق لاخوه، هو كان قادر ان هو يزعق لصاحبه برضه، بس هو ما كانش عنده الجرأة ان يعمل ده مع صاحبه، لان هو بيحب اخوه اكتر، او شايف ان اخوه بيحبه ومتعلق بيه اكتر حاجة، فاهمين؟ فهو زعق لاخوه وما زعقش لصاحبه. مثلا نظريا الواقع بيقول ان زي ما في ناس متعلقة بيك، انت كمان متعلق بناس. يعني لو انت عندك سيف تارجت، لو انت مثلا زي مثلا شريف عنده اخوه ومراته، فانت كمان بالنسبة لناس تانية سيف تارجت. يعني انت كمان هيتزعقلك، وانت كمان هيتم اهانتك زي ما انت بتعمل في اللي حواليك. فيا عزيزي حاول تحترم الناس اللي بيحبوك جدا، حاول تحترم تعلقهم بيك، ما تزعلهمش وما تضمنش وجود حد، وما تضمنش عدم زعل حد منك. ما تعملهاش تماما، لانه عادي هو ممكن يزعل ويحط في نفسه وما يقولكش، بس هيزعل، ومرة في مرة هيحصل تراكمات،
والتراكمات دي صعبة وصعب حلها. والناس اللي انت في حياتهم سيف تارجت او اللي انت متعلق بيهم، حاول من فترة للتانية كده لو نسوا يعني فكرهم ان العلاقة لو مش قايمة على الاحترام ومش قايمة على التفهم والحب والتقدير فتبقى علاقة استغلال، والاستغلال ما ينفعش في السيف تارجت تماما. فيا عزيزي نهاية الامر ما تضمنش وجود حد لدرجة ان انت تهينه وما تحترموش وما تحترمش مكانته وما تقدروش وتهينه قدام اي حد وفي اي حاجة. ما ينفعش. اي علاقة لازم تكون قايمة على الاحترام والتقدير، غير كده ما تسماش بعلاقة تماما. قدرهم، احترمهم، وحبهم بالحب اللي هما يستاهلوه ويستاهلوا ياخدوه. لو مش عايزهم في حياتك سيبهم. خد الخطوة، ولو انت بتعمل كده لو سمحت بطل، عشان اللي حواليك هيتعبوا منك جامد، وبدل ما هما هيحبوك مش هقول هيكرهوك، لكن هتبقى عندهم مش في نفس المكانة يعني، وهيجي فترة وهيزهقوا وهيقولوا لك. ما توصلش نفسك وتوصلهم هما للدرجة دي. بس كده، دي كانت رسالة النهاردة، اتمنى تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.